كان ليها طابع خاص، ناس بتتكلم في السياسة وناس ماسكة الشيشة وسرحانة في عالم تاني. لكن ورا الدخان اللي مالي المكان ده كان فيه حكايات أغرب مما تتخيل. الشيشة دي مش مجرد أنبوبة بدخان، دي عالم لوحدها، ليها تاريخ، ليها قصص أغرب من الخيال. ناس بتشوفها مجرد وسيلة للتسلية، وناس بتعتبرها إدمان، وناس تانية شايفة إنها رمز للثقافة الشعبية. أغرب الحكايات اللي حصلت بسبب الشيشة بس مجرد متعة ولا ليها حكايات أغرب من الخيال؟ طب أول حاجة، الشيشة دي جت منين وبدأت منين؟ الشيشة مش حاجة مصرية، بدأت في الهند في القرن 16. كانوا بيستخدموها لتنقية الشوائب من الدخان. الفكرة إن الدخان بيعدي بين المية عشان يكون أخف على الريح. وقتها كانت تعتبر حاجة للنخبة بس، بعد كده وصلت للشرق الأوسط وتركيا، لكن بقى لما وصلت مصر بقت جزء أساسي من ثقافتنا، وبدأت القهاوي المصرية تكون المكان الأساسي اللي بيتواجد في الشيشة. لكن في فترات معينة كان اللي بيشرب شيشة في بعض المجتمعات كان بيعتبر شخص راقي، لأن التبغ زمان كان غالي جدا، والشيشة كانت رمز للطبقة العليا. لكن زي ما كان ليها ناس بتحبها كان ليها برضه أعداء. كان في ناس بتكره حاجة اسمها شيشة، وكانوا بيحاولوا يمنعوا انتشارها بأي طريقة. لكن النكهات جت منين؟ في أوروبا لما الشيشة انتشرت هناك بدأوا يضيفوا نكهات عليه، تفاح، مانجا، الحاجات دي، وده اللي خلى شعبيتها تزيد. القهاوي من زمان مش مجرد مكان الناس بتشرب شاي وتدخن، دي كانت أماكن للسياسة والفن ونشر الأخبار. وكان في ناس بتروح القهوة مش عشان تشرب حاجة، بس عشان تسمع الأخبار الجديدة اللي بتتقال هنا، وكانت بتحلل اللي بيحصل في البلد. عشان كده زمان كانوا بيقولوا إن القهوة أحسن من الجورنال. القهوة زمان كان لها شخصيات مميزة، يعني مثلا الراجل أبو جلابية اللي بيبقى قاعد بعد صلاة العشاء يقعد على القهوة يفضل يشرب شيشة لحد الفجر، وكان يقعد يحكي حكايات وقصص، والناس تمشي وتيجي وتمشي وتيجي وهو لسه قاعد. لكن تعرف إنه كان بيستثمر من كده إزاي؟ كان بياخد فلوس من الناس، أو بمعنى أصح الناس كانت بتديله فلوس عشان يحكي لهم قصص. أنت متخيل؟ لا ده أنا هلبس الجلابية وأنزل. القهاوي مش مجرد مكان تروح تقعد فيه، ده كان فيه منها كذا نوع. قهاوي مخصصة للسياسيين، قهاوي مخصصة للفنانين، وقهوة كانت معروفة اللي يقعد فيها لازم يبقى مستعد لحوارات فلسفية عميقة. طب ايه اللي خلى القهوة بقت مرتبطة بالشيشة بالذات؟ آخر فترة القهاوي بقت مرتبطة بالشيشة بطريقة مش عادية، بقت هي الواجهة الرئيسية لأي قهوة تقريبا. الشيشة كمان بقت مكان للفضفضة، الناس تقعد تشرب عشان تحكي همها للشيشة، وناس تلاقي راحتها وهي قاعدة بتشرب سواء لوحدهم أو معاهم حد. ده خلاها عنصر أساسي في ثقافة الشباب النهاردة. والشيشة زي ما هي حاجة عادية، في قصص غريبة حصلت بسببها. في قهوة مسكونة في القاهرة، منطقة من مناطق القاهرة القديمة، قهوة كان معروف إن أي حد بيقعد فيها لوحده بالليل بيسمع صوت حد بيناديه باسمه. بس كده لا، ده في ناس قالت إن هما شافوا الكرسي جنبهم بيتحرك لوحده. بعض الناس قالوا القهوة دي معمولة في مكان كان فيه حادثة قديمة. ناس تانية بتقول إنها مجرد تهيؤات بسبب دخان. في ناس كانوا بيسيبوا الشيشة فجأة ويجروا. طب في قصة تانية، راجل نسي نفسه في القهوة لمدة 10 سنين. ازاي؟ تخيل انك تروح القهوة يوميا لدرجة انك تبقى قربت تبقى جزء منها. قصة عن واحد كان قاعد في القهوة بيشرب شيشة، بدل ما يقوم يمشي بقى جزء من المكان. كل يوم يقعد على نفس الكرسي ويشرب نفس الحب ويحكي نفس الحكاية، لدرجة إن الناس سموه الراجل اللي الزمن نسيه. الشيشة المسكونة. الشيشة المسكونة، ايه الشيشة المسكونة دي؟ دي قهوة في حي شعبي معروف إن الشيشة بتاعتها مش بتخلص خالص، حد بيشرب منها يحس إنه مش عايز يقوم. والناس بدأت تقول إنها شيشة ملبوسة، بس إيه اللي يخلي الشيشة متخلصش أو معمول لها عمل؟ كل مرة كان بيحاول يتخلص منها، كان بيرجع يلاقيها في نفس المكان. الشيشة زمان ولا الشيشة دلوقتي؟ يقولك الفرق بين الاتنين، زمان الشيشة كانت مجرد تبخ من غير نكهات، يعني شبه تقول كانت حاجة بسيطة جدا، كانت حاجة من غير إضافات، كان الناس بتشربها وهي قاعدة مع كوباية حاجة سخنة، شاي، قهوة، كل هدوء من غير أي فلسفة. لكن دلوقتي الموضوع اتطور، بقيت تلاقي نكهات كتير جدا. انت بتشرب مثلا شيشة بنكهة الفراولة، المانجا، التفاح، الشوكولاتة، كل ده. وحتى القهوة اخترعوا لها أطعام، بقت قهوة بالشوكولاتة، قهوة فانيليا. لكن بقى الحاجة الجديدة علينا والغريبة، الناس بدأت تقدم شيشة بالكافيين. كمان اللي كان بيشرب الشيشة كان يعتبر الشخص الكبير اللي بقاله سنين وسنين عايش في القهوة. سؤال هنا، الشيشة هتفضل بنفس الشعبية دي ولا ممكن تتطور أكتر ولا ممكن تنزل أكتر؟ الشيشة مجرد متعة. ناس كتير بتشوف الشيشة مجرد وسيلة تسلية، لكن الموضوع بسيط. هل الشيشة فعلا وسيلة تسلية ولا لأ؟ في ناس بتقول قعدة شيشة واحدة ممكن تساوي علبة سجاير كاملة.
ناس بتشرب الشيشة بشكل يومي، ولو يومهم عدى من غيرها تحس إنهم مش عايشين. سواء كنت بتحبها أو لأ، محدش يقدر ينكر إنها رمز للثقافة. ايه رأيكم في التعليقات؟ وأشوفكم في حلقة جديدة.